27/4/2025. اليوم كتب لي كتاب. فايقة اليوم متحمسة كتير ومبسوطة إن شاء الله يا رب التمام على خير وعقبال العزابية. وعملت لكم جو ورود بيناسب المناسبة. اكتبوا لي رأيكم هيك بالورود. مريت بكتير مناسبات حلوة بحياتي بس هي المناسبة غير. هي بعد انتظار كتير. بعدين بحكي لكم القصة كاملة وإن شاء الله خير يا رب. حبيت شارككم إياها لأنه أنتوا صرتوا من عائلتي، أنتوا إخواتي، إلنا سنتين مع بعض وبعرف إنه بتفرحوا لي كتير. وأكيد ما رح مرق هيك مناسبة مميزة بدون ما أحط لمستي وأعمل أكلة حلو ظريفة. ملاحظة صغيرة إنه خطيبي ما إنه هون فما رح تشوفوه بكتب الكتاب، رح تشوفوه ممكن بلقطة فيديو، مكالمة فيديو بس. بحبكم كتير. يلا خلونا نبلش بأكلة الحلو. بنجيب البايركس وبننزل عليه طبقة من السوكسي. نفرد السوكسي منيح وبعد ما بردنا السوكسي منيح رح ننزل طبقة من المهلبية وهلا رح نفردها منيح. بعد هي المرحلة لازم نبردها كتير منيح. طبقة المهلبية بردت تماما شوفوا. وبعد ما بردت رح ننزل عليها الكريمة، كريمة الخفق، والكريمة كمان باردة. وبعد ما نفردها كمان لازم نبردها. وهلا رح ننزل الطبقة الأخيرة اللي هي عبارة عن قوالب شوكولا دوبتها مع حليب وحطيت لها شوية زبدة. يا سلام. طبعا الطبقة الأخيرة هي لازم تكون باردة تماما مشان ما تذوب الكريمة. كمان رح ندخلها على البراد شي ساعة. طبعا هيك صارت جاهزة. أنا عادة بعمل أكلات بسيطة ما بدها كتير وقت بس هي المناسبة بتستاهل، تحملوني. وهيك صرت جاهزة. بس لحظة، اللمسة الأخيرة العقد اللي هداني إياه وجيه من أول سفرة لإله. بحبكم كتير وبحب وجيه. باي. خبز تجيب خبزات يوم مصيبة وصلت على الفرن